بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في قناه الوان الكروشيه. النهارده معانا حاجه بسيطه قوي وجميله قوي وعمليه جدا. معانا بوكس جميل قوي بنستخدم معاه خيط الخيش، والقاعده بتاعته كوستر. اي كوستر عندك مركون ما انتش حابه تعمليه حاجه، فاحنا ممكن نعمله بوكس صغير نقدر نستخدمه ان احنا نحط فيه الابر بتاعتنا، او ممكن يبقى مقلمه للولاد، ممكن نحط فيه ريموت التلفزيون. وشكله شيك قوي، وممكن يتحط على البار او على البوفيه في مدخل الشقه. ممكن يبقى زهريه بسيطه. له افكار كتير جدا. فالنهارده معانا غرزه برضو بسيطه وسهله وشكلها رقيق. هنعملها مع بعض ان شاء الله، وهتكون سهله وبسيطه قوي. هنستخدم مع بعض خيط الخيش. هنستخدم برضو ابره 5.5 واحنا شغالين، او ممكن 5 لو تحبي براحتك. ممكن، والابره 4.5 او 4 برضو، بحيث ان تقدري تدخلي جوه الاخرام بتاعه الكوستر زي ما انت عايزه، وتبقى الابره مناسبه يعني للفتحات. وممكن تسيبيه ساده، يعني يا دوب هو الغرزه بس شكلها شيك ورقيقه، او ممكن تجمليها كده باي جوبير عندك، او اي وردات. لو انت حابه تعملي وردات كروشيه وتثبتيها فوقه برضه هتبقى حلوه قوي، وهتبقى شكلها جميل جدا. انا معايا الجوبير ده كان عندي برضه، فقلت استغله بدل ما هو مركون. شكله حلو قوي وجديد، وبيدي منظر حلو للحاجه. فتعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي مع بعض. معايا برضو الكوستر ده، هنشتغل بخيط الخيش معايا على فتلتين. هنبتدي مع بعض هنا من اي فتحه من الفتحات بتاعه الكوستر. انا حابه ان يكون الرسمه بتاعته تكون هي اللي في القاعده، تبقى هي اللي باينه من تحت كده. براحتك، انت حابه الرسمه تبقى هي اللي باينه من جوه براحتك. فانا هبتدي مثلا من هنا، هيبقى الرسمه هي اللي ناحيتي علشان هخليها هي اللي ناحيه بره. فهدخل كده وهسيب من اول الخيط، هسيب تقريبا في حدود متر، وابتدي من هنا. بستخدم الابره المقاس الاقل علشان خاطر فتحات الكوستر كده. وهعمل في كل فتحه غرزتين. اول فتحه هعمل فيها واحده بس علشان اقفل معاها في الاخر بغرزه. فانا هعمل على طول في اللي بعدها، مش هاخد الخيط ده معايا تحت الشغل ولا حاجه، هسيبه اهو. هعمل في كل فتحه غرزتين بالمنظر ده كده. وصلت هنا لاخر فتحه من الفتحات بتاعه الكوستر، فبعمل غرزه هنا مع الغرزه اللي انا ابتديت بيها كده، وبقفل هنا في اول غرزه انا اشتغلتها، بقفل فيها بمنزلقه بالمنظر ده كده. تمام. دلوقتي الخيط اللي انا سبته في الاول، اللي هو المتر اللي انا سبته في الاول ده، هستغله دلوقتي بان انا ايه، اقفل الفتحات بتاعه الكوستر دي كده. هعمل منزلقه اهي كده كده، منزلقات بالشكل ده اهي كده. تمام. علشان تقفلي الفتحات بتاعت البوكس بتاعي، ما تبقاش فتحاته كبيره. لو حطينا فيه مثلا حاجات صغنطوطه كده، توك او اكسسوارات، تقع منه. والشكل برضو يكون احسن زي كده. كملوا ونرجع تاني. خلصت هنا المنزلقات في الفتحات كلها. بصي يا دوب المتر اللي انا كنت سايباه في الاول كده. دلوقتي هجيب الابره بتاعه التشطيب، وهلضم فيها الفتلتين كده اهي. بعدين هدخل من تحت الغرزة الاولانية دي اهي كده، وبعدين هدخل من هنا من قلب الغرزة اللي انا خارجة منها، شايفة
بالظبط كده. يعني هدخل من تحت دي وهرجع تاني ادخل في قلب دي واخرجها من ورا اهي، يبقى الشكل متناسق وشكل بعضه، مش باين البدايه فين والنهايه فين اهي. تمام. ودلوقتي بقى الجزء ده نقدر نخفيه هنا من ورا تحت اي خيط كده، بحيث ما يبقاش باين. ممكن نقص الزياده. تمام. خلاص كده بعد ما قفلنا السطر المنزلقات ودارينا الخيط بتاعه مش باين خالص اهو. فدلوقتي هنرجع تاني للشغل بتاعنا. هنا كنا قفلنا بمنزلقه، يبقى كده السطر الاول اللي على الكوستر خلص الحمد لله. فدلوقتي هنرتفع سلسله واحده، وبعدين هنشتغل في الغرزه الخلفيه دي، في اللفه الخلفيه بتاعه الغرزه. عندنا لفتين، 1 2. هنشتغل في اللفه الخلفيه دي، هنعمل غرزه حشو، وكمان في نفس المكان هنلف على الابره وندخل نجيب خيط كمان زي غرزه النص عمود، وكمان مش هنقفلها ولا حاجه، هنلف كمان لفه فكت، هنلف كمان لفه وبعدين ندخل في نفس المكان تاني ونجيب معانا خيط كمان على الابره. بقى دلوقتي معانا 2 4 5 لفات على الابره. هنشد الخيط ونخرج منهم كلهم كده. تمام. وهنفوت الغرزه اللي بعديها وهنروح على اللي بعديها على طول، يعني بنفوت غرزه واحده وبعدين هنعمل على طول غرزه حشو اهي، ونلف على الابره وندخل في نفس المكان كده، ونرجع نلف على الابره وندخل في نفس المكان بالمنظر ده. يبقى معانا 5 لفات على الابره، نلف الخيط ونخرج منهم كلهم. تمام. شبه غرزه البف شويه، بس هنا ما بنقفلش على الغرز دي مع بعض ولا حاجه، خلاص هي بتفضل كده. وبعدين بنفوت الغرزه اللي جايه دي وبعدين بندخل في اللي بعديها دي على طول اهي كده، بنعمل حشو، بعدين بنلف على الابره وندخل في قلب الغرزه نفسها كده، وبعدين كمان مره وبنشد الخيط. وهنفضل مكملين بنفس الطريقه، بنفوت غرزه وندخل في الغرزه اللي بعدها نعمل حشو، وكمان بنلف على الابره مرتين، ادي مره وكمان مره، وبنخرج مره واحده من الغرز دي ونقفلش عليهم ولا حاجه ونسيبها كده، وبعدين نفوت غرزه وندخل في اللي بعدها نكرر تاني غرزه حشو اهي. بعدين بنلف على الابره مره وكمان مره وبنقفل عليهم مع بعض. تمام. فوت غرزه وادخل في اللي بعدها غرزه حشو، بعدين الف على الابره مره كمان مره، بعدين اقفل عليهم. تمام. شايفين الشكل بتاعنا اهو، حلو قوي ورقيق. هنكمل السطر كله ونقفل مع بعض نشوف القفله ازاي. هنا السطر الاول معانا خلص اهو، وصلنا لاخر غرزه. تمام. دلوقتي هنقفل فين؟ هنا شايفين البدايه اللي احنا بديناها، كنا ارتفعنا غرزه وبعدين عملنا غرزه الحشو وبعديها الغرز اللي معاها دي هنا جنبها في نفس المكان. هقفل دلوقتي في نفس المكان فوق هنا في غرزه الحشو، هقفل في غرزه الحشو اللي انا بديت بيها في اول غرزه في السطر دي. لو انتي هتتلخبطي ممكن تعلميها بان هي اول غرزه في السطر تحطي عليها علامه كده بالمنظر ده. هنقفل هنا بمنزلق اهي كده، بعدين ارتفع، نبتدي السطر التاني، ارتفع سلسله واحده، وبعدين هعمل في نفس المكان هنا فوق غرزه الحشو دي. شايفه غرزه الحشو باينه ازاي اهي، حرف الفي ده. هدخل دلوقتي هنا فوقيها هعمل غرزه حشو، بعدين هلف وادخل في نفس المكان تاني، ادي مره كمان مره هلف وهدخل في نفس المكان. يبقى معانا ال5 لفات على الابره، بعدين هخرج منهم كلهم مع بعض. تمام. شايفه ازاي؟ بعدين هفوت الغرزه اللي عليها الدور دي وهدخل في اللي بعديها دي اللي هي اصلا فوق حرف الفي بتاع
غرزة الحشو التانية. يعني خلاص دلوقتي انا هنا اشتغلت فوق غرزة الحشو بتاع السطر اللي قبليه، هعدي الغرز المايلة دي وبعدين هشتغل فوق الغرزة بتاعة الحشو، وتاني اعدي الغرزة المايلة واشتغل فوق غرزة الحشو. تعالي نشوفها زي كده مع بعض. دلوقتي هدخل هنا تاني اهي واعمل غرزة الحشو بتاعتي، بعدين هلف وادخل في نفس المكان اهي مرة، التانية واقفل عليهم، وهفوت اللي جايه وادخل فوق غرزة الحشو، اعمل غرزة حشو وبعدين الف مرة اتنين واقفل عليهم، واكمل كده لحد اخر السطر. هفضل شغالة فوق غرز الحشو بتاعتي، فوق الغرزة دي شايفة، فوق الغرزة دي وفوق الغرزة دي، هفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد اخر السطر ونقفل برضو مع بعض. هنا وصلنا لاخر السطر، لسه في مكان لغرزة واحدة بس. شايفين انا دلوقتي بسيب مكان، بسيب فراغ بشتغل في اللي بعديه، هيتبقى فراغ واحد طبعا مش هشتغل فيه وهبدأ اقفل السطر على طول. فتعالوا كده نشتغل في الفراغ اللي باقي هنا ده. هدخل على طول وهعمل غرزة الحشو. وطبعا نسيت اقولك ان من اول بداية السطر التاني انا بشتغل بقى تحت السطر عادي، تحت الاتنين لوب، مش في الباك لوب ولا حاجة. يبقى دلوقتي كده هلف، ادي اول مرة ودي التانية، وهقفل عليهم كده بغرزة. طبعا هفوت الغرزة دي ولا كأني شايفاها، وهبتدي اقفل هنا في اول غرزة انا ابتديت بيها اللي هي غرزة الحشو، هي دي. هقفل هنا كده بغرزة منزلق اهي. اظبط بقى شغلي اهو، اهو شايفة الشكل بقى وصل لحد ايه، الشكل بدأ يظهر اهو تمام. برضو خدي بالك انا نسيت دلوقتي وكملت شغلي بالابره الصغيره، بابره 4.5. فانا حاسه ان الشغل هيبقى احلى من انه يبقى ب5.5، ماسك نفسه كتير عن دي. فناويه اكملها بالابره الصغيره دي بابره 4.5، واقول لك في النهايه الفرق بين دي ودي وايه الافضل ان احنا نشتغل بيه. فتعالي كده نبتدي دلوقتي السطر الثالث. هنعمل ايه برضو، هنقفل عليها او هنرتفع سلسله تمام، وبعدين هدخل في نفس المكان في اول غرزة اللي انا ارتفعت فيها وهعمل غرزة حشو اهي، والف على الابرة وادخل في نفس مكان غرزة الحشو مرة تانية اهي، وكمان مرة هلف وادخل في نفس المكان اهي تمام. اظبط كده الخيط واشد الخيط من قلب اللفات كلها بالشكل ده تمام. دلوقتي هفوت الغرزة اللي جاية وهدخل هنا في الغرزة اللي بعديها اللي هي فين، اللي هي بتاعة غرزة الحشو بتاع السطر اللي قبليه بالشكل ده كده. هعمل غرزة حشو وبعدين الف، ادي اول لفة، وبعدين لفة كمان هنا كده واقفل عليها، افوت غرزة وادخل في اللي بعديها اهو، بعدين الف، ادي اول لفة، ادي اللفة التانية، اظبط الخيوط يبقوا طول بعض وبعدين اقفل عليهم بالشكل ده كده. هنكمل السطر وهنقفل مع بعض بنفس طريقة القفل اللي احنا اشتغلنا بيهم. بنقفل هنا في الغرزة اللي ابتدينا بيها السطر، غرزة الحشو الاولى. هنكمل بعدد السطور اللي احنا عايزينها وبالارتفاع اللي احنا حابينه. انا هرتفع هنا بنفس عدد السطور اللي انا اشتغلتها في النموذج الاولاني ده، وهرجع مع بعض واقول لكم طريقه القفل النهائيه خالص في الاخر بعد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه. وصلنا هنا كده للارتفاع اللي احنا محتاجينه، تقريبا نفس الارتفاع بتاع البوكس الاولاني. عملت تقريبا 9 سطور، ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دلوقتي هنقفل بقى اخر غرزة في البوكس. فهنقص الخيط كده
بالشكل ده. وهنيجي عند الغرزة الاولى اللي احنا دايما بنقفل عندها، اللي هي اول غرزة في السطر بتاعت غرزة الحشو. اول غرزة حشو احنا بنعملها في السطر هدخل تحتها كده بالمنظر ده. لا اسفة، نبدأ تاني الحتة دي. قصينا الخيط، هنسحب دلوقتي الطرف بتاع الخيط ده، هنسحبه كده من جوه هنا بالشكل ده. بعدين هنعمل الخيط في إبرة التنظيف كده، ونيجي هنا تحت أول غرزة في السطر اللي احنا دايما بنقفل عندها، الغرزة دي اللي هي أول غرزة حشو في السطر. هدخل الإبرة من تحتها كده وأسحب الخيط، أقفل جامد تمام. وبعدين هاجي من ورا، هاجي من هنا من عند الغرزة اللي انا طالعه الخيط طالع منها، هدخل هنا في قلب الغرزة بالمنظر ده كده. شايفين القفلة؟ نشد بس شوية علشان تبقى نفس الشكل تمام. كلها تقريبا شكل واحد، مفيش فرق او القفلة مش واضحة. وهمسك بقى الخيط ادخله بين الغرز علشان ما يبقاش واضح، يعني ممكن مثلا كده او اي طريقة انا احبها. تمام. كمان مثلا ممكن نستعمل مثلا البوكس ده للعيد، نحط فيه شوكولاتات، هيبقى حلو جدا وشيك. يعني بصي له استخدامات كتيرة جدا. ممكن يتحط مثلا ك يعني حاجة تحط فيها المفاتيح جنب باب الشقة، اي حاجة هتستعمليه فيها هيبقى حلو جدا وهيبقى عملي. ممكن تستعمليه اكتر من مليون استعمال، فمفيد جدا. والخيش ترندي جدا، هيكمل. السنة اللي فاتت كان ترندي جدا معانا والسنة دي مكمل. فالخيش حلو جدا وعملي ومش بيتوسخ بسرعة، هيتحمل معاكي كتير، فهيبقى ان شاء الله بوكس عملي حلو جدا. بس هقص الخيط الزيادة كده اهو، نظبط بقى الشغل كده. شايفين الغرزة شيك جدا ورقيقة ازاي؟ طبعا ممكن تسيبيه كده خالص من غير ما تضيفي له اي حاجة، هيبقى حلو جدا برضو وشكله رقيق. ممكن تعملي بقى انت تضيفي له اي اضافات زي ما بقولك. ممكن تحطي له وردات كروشيه، ممكن تحطي له اي جوبير يكون مركون عندك، او يكون محطوط كان محطوط مستعمل قبل كده على حاجه وخلاص ما عادش بتتلبس او باظت، فتقدري تستعملي الجوبير اللي كان عليها. الجوبير ده عجبني جدا فكنت شارياه من فتره ومركناه، فقررت استعمله مع البوكس ده النهارده. هي بتبقى الوردات كده مع بعضها مشبوكة في بعضها بخيوط بسيطة، بحيث ان انت لو حبيتي تقصيها تبقى سهلة، ما تبقاش فيها مشكلة. فانا هثبتها بالشمع عليه من فوق من هنا كده زي الشكل ده. ملحوظة برضو من الحاجات اللي لاحظتها لما استخدمت زي ما قلتلك الابرة مقاس 4.5 مع الخيط. انا هنا كنت مستخدمة الابرة مقاس 5.5، ده استخدمت معاه الابرة مقاس 4.5. الابره الصغيره استخدامها معاه طلع البوكس ماسك نفسه جامد، مش طري. ودي حاجه حلوه في البوكسات جدا، ان البوكس يكون جامد كده لو بتمسكيه ما يتناش بسهوله معاكي. ده طبعا هو جامد بس مش زي التاني، يعني ده بيتنى اسهل شويه من ده، فده طلع حلو جدا. فلو انت هتستعملي مثلا خيط الخيش وهتعملي بيه بوكس، يبقى حلو جدا ان انت تستعملي معاه الابره 4.5، مطلع نتيجه افضل كتير من الابره 5.5. هنركب الجبير.
هاجي هنا وهبتدي ان انا احط الشمعة كده على الداير بتاع الوردة اهي بالشكل ده، وهاجي هنا يبقى حرف الوردة قريب من حرف البوكس كده، وهضغط عليها بالشكل ده، وهبتدي ألزق الوردة اللي بعدها برضو ها كده. برضو اخد بالي ان يبقى حرف الوردة مع حرف البوكس عشان يبقى طالع الشكل مظبوط، ما يبقاش في حاجة طالعة وحاجة نازلة كده ها. وهبدأ اعمل وردة بوردة لحد ما الف البوكس كله واوصل هنا للناحية التانية كده. فهخلصها وهرجع بقى اوريكم الشكل النهائي. كده نكون خلصنا يا بنات. تمام، الجوبر كله لزق اهو، وده شكل البوكس النهائي الجنب التاني. شايفه حلوين جدا، لو اتحطوا كده كديكور هيبقوا شكلهم حلو قوي. يا رب يكونوا عجبوكم وتكون فكره بسيطه ونكون استفدنا منها النهارده مع بعض. احب اسمع ارائكم في الكومنتات واشوف هل الفكره عجبتكم ولا لا، وان شاء الله تلاقوا تنفيذها سهل جدا، ما ياخدش معاكم وقت لو حابين تنفذوها حاجه كده كديكور قبل العيد. هتكون سهله وبسيطه وهتتنفذ معاكم بسرعه قوي، من كوستر قديم مركون انت ما بتعمليش بيه حاجه لبوكسين حلوين جدا وسهلين، ونقدر ان احنا ننفذ بيهم في كل المقاسات. يعني لو انت مش عايزه مثلا البوكسات بالمقاس ده، ممكن تعملي مقاسات اكبر من كده. يعني لو انت عندك برضو الكوستر اللي هو المقاس 15 سنتي، شايفه هيبقى برضو مقاس اكبر، هيبقى اكبر شويه حلوين. يعني لو انت حابه تعمليها بونبونيره كبيره هتبقى برضو شكلها حلو قوي، وتزينيها بقى. ممكن تحبي تعمليها بالخيش الجانجا او الالوان، هيطلع فكره حلوه جدا وهتكون سهله ان شاء الله عليكي. وان شاء الله احب اشوفكم ان شاء الله دايما، وان شاء الله نتقابل في فكرة جديدة في فيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا هنا كده للارتفاع اللي احنا محتاجينه، تقريبا نفس الارتفاع بتاع البوكس الاولاني. عملت تقريبا 9 سطور، ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دلوقتي هنقفل بقى اخر غرزة في البوكس، فهنقص الخيط كده. هنسحب دلوقتي الطرف بتاع الخيط ده، هنسحبه كده من جوه هنا بالشكل ده. بعدين هنعمل الخيط في إبرة التنظيف كده، ونيجي هنا تحت أول غرزة في السطر اللي احنا دايما بنقفل عندها، الغرزة دي اللي هي أول غرزة حشو في السطر. هدخل الإبرة من تحتها كده وأسحب الخيط، أقفل جامد تمام. وبعدين هاجي من ورا، هاجي من هنا من عند الغرزة اللي انا طالعه الخيط طالع منها، هدخل هنا في قلب الغرزة بالمنظر ده كده. شايفين القفلة؟ اشد بس شوية علشان تبقى نفس الشكل تمام. كلها تقريبا شكل واحد، مفيش فرق او القفلة مش واضحة. وهمسك بقى الخيط ادخله بين الغرز علشان ما يبقاش واضح. يعني ممكن مثلا كده او اي طريقة انا احبها. تمام. كمان مثلا ممكن نستعمل مثلا البوكس ده للعيد، نحط فيه شوكولاتات، هيبقى حلو جدا وشيك. يعني بصي له استخدامات كتيرة جدا. ممكن يتحط مثلا
يعني حاجة تحط فيها المفاتيح جنب باب الشقة، اي حاجة هتستعمليه فيها هيبقى حلو جدا وهيبقى عملي. ممكن تستعمليه اكتر من مليون استعمال، فمفيد جدا. والخيش ترند جدا، هيكمل. السنة اللي فاتت كان ترند جدا معانا، والسنة دي مكمل. فالخيش حلو جدا وعملي ومش بيتوسخ بسرعة، هيتحمل معاكي كتير، فهيبقى ان شاء الله بوكس عملي حلو جدا. بس هقص الخيط الزيادة كده اهو، نظبط بقى الشغل كده. شايفين الغرزة شيك جدا ورقيقة ازاي؟ طبعا ممكن تسيبيه كده خالص من غير ما تضيفي له اي حاجة، هيبقى حلو جدا برضو وشكله رقيق. ممكن تعملي بقى انت تضيفي له اي اضافات زي ما بقولك. ممكن تحطي له وردات كروشيه، ممكن تحطي له اي جوبير يكون مركون عندك، او يكون محطوط، كان محطوط مستعمل قبل كده على حاجه وخلاص ما عادش بتتلبس او باظت، فتقدري تستعملي الجوبير اللي كان عليها. الجوبير ده عجبني جدا، فكنت شارياه من فتره ومركناه، فقررت استعمله مع البوكس ده النهارده. هي بتبقى الوردات كده مع بعضها مشبوكة في بعضها بخيوط بسيطة، بحيث ان انت لو حبيتي تقصيها تبقى سهلة، ما تبقاش فيها مشكلة. فانا هثبتها بالشمع عليه من فوق من هنا كده، زي الشكل ده. ملحوظة برضو من الحاجات اللي لاحظتها لما استخدمت زي ما قلت لك الابرة مقاس 4.5 مع الخيط. انا هنا كنت مستخدمة الابرة مقاس 5.5، ده استخدمت معاه الابرة مقاس 4.5. الابره الصغيره استخدامها معاه طلع البوكس ماسك نفسه جامد، مش طري. ودي حاجه حلوه في البوكسات جدا، ان البوكس يكون جامد كده، لو بتمسكيه ما يتناش بسهوله معاكي. ده طبعا هو جامد بس مش زي التاني، يعني ده بيتنى اسهل شويه من ده، فده طلع حلو جدا. فلو انت هتستعملي مثلا خيط الخيش وهتعملي بيه بوكس، يبقى حلو جدا ان انت تستعملي معاه الابره 4.5، مطلعه نتيجه افضل كتير من الابره 5.5. هنركب الجبير. هاجي هنا وهبتدي ان انا احط الشمعة كده على الداير بتاع الوردة اهي بالشكل ده، وهاجي هنا يبقى حرف الوردة قريب من حرف البوكس كده، وهضغط عليها بالشكل ده، وهبتدي ألزق الوردة اللي بعدها برضو اهي كده. برضو اخد بالي ان يبقى حرف الوردة مع حرف البوكس عشان يبقى طالع الشكل مظبوط، ما يبقاش في حاجة طالعة وحاجة نازلة كده اهي. وهبدأ اعمل وردة بوردة لحد ما الف البوكس كله واوصل هنا للناحية التانية كده. فهخلصها وهرجع بقى اوريكم الشكل النهائي. كده نكون خلصنا يا بنات. تمام، الجوبير كله لزق اهو، وده شكل البوكس النهائي. الجنب التاني شايفه حلوين جدا، لو اتحطوا كده كديكور هيبقوا شكلهم حلو قوي. يا رب يكونوا عجبوكم وتكون فكره بسيطه ونكون استفدنا منها النهارده مع بعض. احب اسمع ارائكم في الكومنتات واشوف هل الفكره عجبتكم ولا لا، وان شاء الله تلاقوا تنفيذها سهل جدا، ما ياخدش معاكم وقت لو حابين تنفذوها حاجه كده كديكور قبل العيد. هتكون سهله وبسيطه وهتتنفذ معاكم بسرعه قوي، من كوستر قديم مركون انت ما بتعمليش بيه حاجه لبوكسين حلوين جدا وسهلين، ونقدر ان احنا ننفذ بيهم في كل المقاسات. يعني لو انت مش عايزه مثلا البوكسات بالمقاس ده، ممكن تعملي مقاسات اكبر من كده. يعني لو انت عندك برضو الكوستر اللي هو المقاس 15 سنتي، شايفه هيبقى برضو مقاس اكبر، هيبقى اكبر شويه حلوين. يعني لو انت حابه تعمليها بونبونيره كبيره، هتبقى برضو شكلها حلو قوي. وتزينيها بقى، ممكن تحبي تعمليها بالخيش الجانجا او الالوان، هيطلع فكره حلوه جدا، وهتكون سهله ان شاء الله عليكي. وان شاء الله نتقابل في فكره جديده في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.